حبايب قلبي، عملت لكم النهارده الكيكه الاسفنجيه من غير الدقيق الاسبونج. عملناها بالدقيق العادي ومقادير عاديه جدا. ان شاء الله تقدري تنفذيها في البيت وتعملي احلى تورتايه لبنتك او ابنك او اي حد عايزه تفرحيه. يلا النهارده تخش معانا الفيديو ونتفرج على الفيديو ونشوف المقادير، ان شاء الله مقادير مظبوطه. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وبصحه وبعافيه جيده. يلا هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا مع بعض نبدا ونشوف مقاديرنا المظبوطه اللي هنعمل احلى كيكه اسفنجيه بالدقيق العادي من غير دقيق الاسبونج. معايا هنا مقاديري بقى، يلا هنقول مقاديرنا ايه. معايا 5 بيضات، معايا نص كوبايه ميه متلجه، ومعايا هنا الفانيليا، معايا معلقتين سكر، معايا معلقتين نشا، معايا معلقتين كاكاو خام، ومعايا هنا معلقه خل، ومعايا البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، والفانيليا، ومعايا هنا محسن جل، ده اللي هو بيخلي معانا الكيكه تبقى مرتفعه وجميله، ومعايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا هنا بقى المضرب اللي هيشتغل معانا ان شاء الله. يلا مع بعض بقى هنجيب بوله كبيره كده وهنعمل البيض كله. هنكسر البيض كله مع بعض اهو، وهنحط الفانيليا، وهنحط السكر والخل. بص هنمشي مع بعض في المقادير بالظبط مظبوطة جدا اهو، واحدة واحدة وخطوة خطوة هنمشي مع بعض في المقادير. حطينا بقى السكر، حطينا البيض، حطينا الفانيليا، ونضرب بقى، والخل حطيناه كمان. يلا هنفضل بقى نضرب كده لحد ما البيض والمقادير معانا تعمل رغاوي كبيرة، تبقى كده خلاص تمام معانا اهو. كده بقى هنحط، بصوا بقى بقت عاملة معايا ازاي اهو. هنا بقى هنحط معلقة محسن الجل، وهنحط نص كوباية مية متلجة، اهم حاجة تكون المية متلجة، وهنضرب تاني بالمضرب. همشي معاكم خطوة بخطوة، هتقدري تنفذيها تعمليها بالدقيق العادي، مش شرط ان انت تعمليها بالدقيق الاسبونج. وان شاء الله برضو هجربها لكم بالدقيق الاسبونج برضو، سواء كده او بالدقيق العادي او بالدقيق الاسبونج بتبقى جميلة جدا. بس احنا بنعمل حاجات اقتصادية ان احنا نقدر نكلفها ونعملها في البيت. تفرحي ابنك، تفرحي بنتك، تفرحي اي حد عايزه تفرحيه، مناسبه نجاح، مناسبه جواز، اي مناسبه خطوبه، تقدري ان انت تعملي تورتيه جميله وتفرحيهم بيها اهو. بصي بقى حجمها بقى عامل ازاي معايا، بصوا خلاص بقى بقت كده تمام اهي على المضرب اهي، ما نزلتش من على المضرب، تماسكت معايا. هبتدي بقى دلوقتي احط الدقيق، لازم انخل الدقيق كمان عشان تطلع معايا هشه كده وجميله، ما تطلعش مكتومه كده معايا. حطينا اهو الدقيق، هننخله، لان انا هنخله بقى في طبق تاني كده، على اساس ان انا ايه هحط حبه حبه، مش هحط الكميه كلها مره واحده اهو. حطيت كمان معلقتين النشا، هننخلهم برضو، حتى برضو معلقتين الكاكاو برضو هننخلهم برضو، كل حاجه هننخلها. حطينا كمان معلقتين كده من الكيك شيف، او عندك بيكنج باودر عادي ماشي، بس الكيك شيف في الكيك والحاجات ده بيبقى جميل جدا. حطينا الكاكاو الخام، بصوا بيبقى فيه تكتلات كده، فاحنا لازم كل حاجه ننخلها. بصوا هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي ان احنا ننخل الحاجه. هنقلبها بقى كويس جدا عشان هناخد بقى حبه حبه، معلقه معلقه، ونضرب بالمضرب اهو. بصوا مش هنحط الكميه كده مره واحده، لا هناخد حبه حبه ونضرب بالمضرب، هتبص تلاقي الكميه معاكي ارتفعت وبقت جميله جدا. طبعا دي انا هعملها في القالب الصغير. عندنا طبعا ال3 قوالب اللي هم اللي معانا بيخشوا الفرن، طبعا هتشوفوه دلوقتي. هنعمل في القالب الصغير. طبعا اول مقاس دوت في القالب الصغير، في الطقم الصواني اللي عندك ده المقاس ايه، اول مقاس اللي هو المقاس الصغير دوت. تمام، هنعملها وكل مره ان شاء الله. تمام، وكل مره باذن الله هعملها لكم يعني في الصينيه التانية، يعني المقاس التاني، عشان تشوفوا المقادير. لو انتوا عايزه تعملي تورتيه كبيره، تورتيه وسط، هتقدري ان انت تنفذيها. طبعا بعد ما بعمل دي بروح ماسكه بالمعلقه كده، بقلب بالراحه جدا اهو. هنا بقى معايا اهي القالب الصغير زي ما قلت لكم، وحطيت كمان فيه اللي هو ورق الحواوشي او ورق زبده لو عندك اهو. تمام كده،
هي بقى بص اقول لكم على حاجه، يعني الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها دي، هي بص نفس الحجم ده، هيطلع لك نفس الحجم ده، ما بتبقاش مرتفعه يعني ارتفاع جامد زي الدقيق الاسبونج. يعني زي ما هتديكي مثلا ملو القالب او الصينيه اللي انت بتعملي فيها، هيطلع بنفس الحجم دوت، ما بتعلاش. لكن طبعا الاسبونج طبعا الجاهز هو ده اللي بيعلى معاكي. بس يعني هي كده تمام، وهي كده تمام، هتشوفوها في الاخر وهتبقى عامله ازاي. طبعا اللي تابعني بقى لحد هنا ما ينسانيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد على قناتي وصفه وطبخه مع لولو. بصوا بقى خرجت من الفرن. طبعا مش هقدر اجي جنبها دلوقتي، هسيبها لحد ما تبرد خالص. بصوا بقى بقيت متابعاها بالخله بتاعت الشيش طاووق. هغطيها، حطيت عليها ورقه تاني كده، وهغطيها كده بالفوطه وهسيبها. يعني مثلا انت لو عملتيها بالليل هتسيبيها لتاني يوم الصبح. عملتيها مثلا قمتي من النوم عملتيها الصبح، هتسيبيها لحد بالليل لحد ما تبرد تماما. بصوا انا كنت عاملاها بالليل وقمت الصبح زي ما انتم شايفين كده. لازم تشتغلي فيه عشان لما تيجي تقطعيها تتقطع معاكي كويس جدا. بصوا بقى الصينيه بوريها لكم. بصوا بقى الارتفاع معايا جميل جدا. هتقطع معايا 3 طبقات جمال جدا، هيعملوا لك احلى تورتايه اهو. والارتفاع بصوا جميل جميل جدا. ان شاء الله هتجربوها وهتنفذوها باذن الله. وان شاء الله برضو هعمل لكم تزيين، ازاي تزيني التورته وتقطعيها ازاي. كل ده ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم في قناتي الجديده ان شاء الله. كده خلاص انا بوريكم الارتفاع بتاعها، وبصوا ممتازه، طالعه جميله جدا. معايا بقى السكينه الكبيره المشرشره ديت، هي دي بقى اللي هتقطع معاكي. طبعا لازم ايدك تبقى خفيفه وتبقى يعني بسوى واحد عشان ما تطلعش حته عاليه وحته ما تبقاش، يعني تبقى متقطعه سوى واحد اهو. بصوا بصوا بقى ايه اهو. هنقطع برضو طبقه تاني ويبقى معايا كده 3 طبقات. بسويها بقى كده الحرف ده كله عشان الطبقتين التانيين يطلعوا متساويين معايا اهو. لازم ايدي كده تبقى محطوطه كده سنده عشان هي دي اللي هتظبط معايا وانا بقطع. بس اهو بصوا ممتازه زي ما انتم شايفين كده اهو. انا كده بقى بساوي الطبقه الثالثه اهو. بصوا ممتازه. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وتقدروا تستفيدوا منه وتقدري تنفذيها وتعمليها في بيتك. ويعني ان شاء الله برضو هتعمليها باقل التكلفه، مش هتتكلف، مش يعني هتكلفيها مش اكتر ما بتجيبيها من بره. ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وتستفيدوا منه. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد على قناتي وصفة وطبخة مع لولو. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.